السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه 100% ايطاليه اللي هي كتعتبر من المعجنات الايطاليه، وهي لي لازانيا. هاد الوصفه 100% طليانيه، ولكن انا غادي نقدمها لكم بالطريقه اللي كنستعمل انا والمقادير اللي كنستعمل انا، لانه المقادير كتختلف من شخص لشخص، ولكن الطريقه كتبقى هي. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو. عندنا ربعه ديال الكفته تقريبا. المهم البنات هاد المقادير اللي غندير لكم كيكفيو ل3 حتى 4 الاشخاص. نتوما باش الا بغيتو تكثروا كتضاعفوا المقادير. عندنا ربعه ديال الكفته. عندنا خيزو. بالنسبه لاصوص ديال الكفته غنحتاجو فيها خيزو، 2 خيزوات محكوكين. انا البنات خيزو كنديرو بالقلب ديالو، لانه هنايا في ايطاليا الخيزو ماشي بحال ديال المغرب عنده داك القلب ديالو مر. هنا لا، هنا تقدري ديريه بالقلب ديالو بحال القلب، بحال هذا ديالو، بحال خيزو. المهم حلو، كيجي حلو، ماشي بحال ديال المغرب. نتوما في المغرب تقدروا تحيدوا ليه القلب ديالو، تقدروا تخليوه الا ما كانش كيكون مر. عندنا 2 بصلات صغار. عندنا لاصوص ديال المطيشه، انا كنستعمل هذا ديال القرعه الا متوفر عندكم. الا ما متوفرش، الناس اللي ما متوفرش ليهم هاد لاصوص ديال المطيشه، تقدروا تشدوا مطيشه تقريبا نص كيلو ولا كيلو الا ربع ديال المطيشه، وتسلقوها، تخشروها وتسلقوها وطحنوها تتحصلوا على هاد لاصوص. ضروري تسلقوها البنات. عندنا قبيطه ديال الكرفس، ها هي كيف كتشوفوا، غنوريها لكم. قبيطه ديال الكرفس ديال هنا راه ما مجهدش بحال تاع المغرب. حاولوا البنات ديروا على حسب الجوده ديال المقادير اللي عندكم. المغرب راه الكرفس مجهد شي شويه، تحاولوا زعما تنقصوا من الكميه الا كان الكرفس ديالكم مجهد. عندنا قبيصه ديال المعدنوس، حتى هي قبيصه صغيره، ها هي. عندنا الزيت. حنا كنستعملوا الزيت البلديه ديال الطليان، ولكن المغرب كنصحكم ما تستعملوش البلديه ديال المغرب، لانه كتجي قاصحه بزاف. غتكتفيو بالروميه لا غير. عندي انا البنات عبرتها لكم بالعواشق بالمعلقه. عندنا هنايا 7 ديال المعالق كبار ديال الزيت، ها هي. عندنا الكوزه، الملحه، الثومه، 2 فصوص ديال الثومه، بزار. بالنسبه لاصوص بيشاميل عندنا الحليب، عندنا تقريبا هذه البنات نص سيترو ديال الحليب، على حسب الدقيق ديال المغرب واش. المهم على حسب الدقيق ديالكم. المهم نتوما ملي غتبقى تصاوبوا غادي تبداو بنص سيترو، وإلا شفتوا راه خاصه مازال تكون كفتها تكون لكم ثقيله غتزيدوا الحليب، الا كانت جاريه غتكتفيو بهذا نص سيترو. عندنا 2 معالق كبار ديال الطحين فورس. عندنا 2 معالق كبار كذلك ديال الزبده، 2 معالق كبار تقريبا البنات تكون ديك 50 غرام 40 غرام. انا فضلت نقول لكم بالمعلقه لانه كاين الناس اللي ما عندهمش الميزان. عندنا كذلك الوراق ديال لازانيا، كيكونوا في هذا الشكل. انا غادي نوريهم لكم، راه الناس عارفينهم، راه كيتباعوا في المحلات التجاريه الكبار، مرجان، كارفور، بحال هكا كيكونوا. البنات من باب الضحك فقط، انا الوالده ديالي ملي شافت الفيديو الاول اللي حطيت ديال التورته عاتبتني، قالت لي علاش ما حطيتيش الناس الملحه في طبيصلات وداكشي كله، هو لحقو طريقو، الزبده في طبيصيل وكلشي في طبيصيل. وانايا درت بالنصيحه ديالها، وهاني جبت لكم اليوم كلشي في طبيصلات. ما نساوش كذلك الجبن المحكوك، الفرماج محكوك اللي هو لو بارميزان. عندنا منه 100 غرام، تقدروا تعوضوه بالفرماج الاحمر المحكوك. بسم الله. غادي نبداو الطريقه ديال التحضير. غادي نشدو داك الكرافس، غادي نغسلوه ونشفوه هو وداك المعدنوس، ديك القبطه ديال المعدنوس كنقردوه بهذا الشكل. الصراحه البنات انا كنقطعوها هكا عشوائي، ماشي كنقردوه صغير، لحقاش من بعد غادي نستعمل الطحانه الكهربائيه. الناس اللي ما عندهمش الطحانه الكهربائيه كتقردوه بحال الا قردتو القوام ديال الحريره هو والمعدنوس،
وخيزو كتشدوه كتحكوه في الحكاكه الغليظه، وكتحكوا كذلك البصله وصافي. انا كنستعمل ضروري هاد الطحانه، كنستعملها بصراحه كتهنيني وكتسربيني. المعدنوس القبيطه ديال المعدنوس حتى هي كنقرضها حتى هي، وكنضيفها داك الكرافس. خيزو حتى هو كنقطعو وكنضيفو. كيف قلت لكم البنات، انا خيزو ما كنحيدش ليه القلب ديالو، على حقاش حلو القلب ديالو. خيزو ديال هنا ديال ايطاليا بصراحه حلو كامل، ما كيكونش داك القلب ديالو خضر. في المغرب لا، في المغرب كيكون داك القلب ديالو خضر، خاصكم ضروري تحيدوه لانه كيعطي واحد المروره في خيزو، كيبدل ليه المذاق ديالو. انا كندير كلشي حيت حلو هنايا، خيزو ديالهم زوين وحلو. كيف كتشوفوا كنقردو حتى البصله حتى هي ماشي كنديرها صغيره، المهم غير كنقسمها على 4 وكنضيفها لداك الخليط، داك الربيع وداك خيزو. بصراحه هاد الماكينه مهنياني هاد الماكينه ديال الطحين اللي كطحن ليا. كنزيدوا الخيزو الاخرى. كيف قلت لكم البنات، نتوما تقدروا غير تحكوه في الحكاكه. انا قبل ما تكون عندي هاد الماكينه اللي كنطحن فيها دابا، كنت غير كنحكو في الحكاكه الغليظه ونحك البصله ونقرض هذاك الربيع بالقراده بحال كي كنبغي ندير الحريره وصافي. كنضيفوا الثومه، دوك 2 فصوص ديال الثومه حتى هما كنقطعهم ونزيدهم على القوام. دابا غادي نطحنوا هاد العناصر كامله. الطحانه الكهربائيه انا ماشي كنطحنهم حتى كيطلقوا داك الماء ديالهم، لا ما الناس اللي عندهم طحانه ما يطحنوش بزاف حتى يطلق تطلق ديك الخضره داك الماء ديالها، لا ما طحنوهمش بزاف، غير المهم غير يتهرشنوا ويبانوا لك باقي مهرشنين وصافي وكتحيديهم. انتم غادي تشوفوا معايا. صراحه البنات كتهنيني هاد الماكينه صراحه، كتقتصد عليا الوقت وكتهنيني. كيف كتشوفوا راه هو كيتهرشن. صافي كنحبسو دابا. ها هو غادي تشوفوه كي غيجي. ها كيف كتشوفوا ما طلقاتش الخضره الماء ديالها وما طلقش الربيع الماء ديالو، وبقى هكاك صاين كيجي قلت لك بحال المحل مهرشن، بحال بغيتي تهرشني شي حاجه. دابا غادي ندوزو باش نطيبوا القوام ديالنا. كناخذوا واحد الكميله كنضيفوا عليها داك الزيت اللي هما 7 معالق ديال الزيت. كنضيفوا داك الربيع وديك الخضره. حاولوا ما نخليوش شي حاجه في الماكينه لاصقه، حاولوا نديروا كاع داكشي اللي لاصق في الجناب. كيف كتشوفوا راه القميله ديجا سخونه. كنشحروا مزيان ديك الخضره
كنضيفوا البزار تقريبا نص معلقه صغيره كيف كتشوفوا البنات، نص معلقه صغيره ديال البزار. الملحه ديروها على حسب الذوق، كل واحد على حسب الذوق ديالو. كاين اللي كيبغي المالح، كاين اللي كيبغي البسوس. المهم كيبقى اختياري على حسب الذوق. انا غادي ندير معلقه صغيره. صراحه انا كندير غير بيديا، ولكن اليوم ما فيها باس ندير لكم معلقه صغيره. كنحكوا الكوزه، كنحكوا تقريبا غير ما كاملش نصيص، المهم غير شويه، ما تكتروش بزاف الكوزه. المهم ما كاملش نصيص ديال الكوزه. هانتوما غتشوفوا غنوريكم. شفتوا يعني ما كملتش النص ديال الكوزه، غير ربيع تقريبا. كنشحرو مزيان، نخليو مزيان هاد الخليط يتشحر. الناس خاصكم ضروري تخليوه يتشحر مزيان مزيان حتى يبدا يبان لكم بحال باغي يبدا يلصق. كيف كتشوف راني ما زدتش الماء نهائيا، ما درتش قطره ديال الماء، ما زدتهاش. الخضره كتطلق داك الماء ديالها، داك الماء ديالها فاش كتشحر. كنغطيو عليها ونخليوها على جنب تشحر بين ما نمشيو نوجدو لاصوص بشاميل. دابا غادي نبداو بلاصوص بشاميل. انا البنات كنتبع واحد كندير واحد الطريقه كتجيني ناجحه 100% لاصوص بشاميل. كناخذوا كاسرونه كنسخنوها مزيان مزيان فوق العافيه، كنديروا العافيه مهيله. المهم كنسخنوا مزيان الكاسرونه وكنحيدوها من فوق البوطه، كنحطوها غير فوق البوطاجي باش ديك الزبده ما تحرقش لينا. غير كنسخنوا الكاسرونه صافي، ما كنخليوهاش فوق البوطه، كتكون سخونه وكنضيفوا عليها الزبده كيف كتشوفوا. ها هي كيشتو راه الكاسرونه سخونه، غير زدنا عليها الزبده وبدات الزبده كتذوب. كنبقاو نحركوا في الزبده تذوب، نبداو نحركوا تذوب الزبده كلها هي تماما، كتولي الزبده ذايبه كيف كتشوفوا. ها هي كتذوب، ما محتاجاش انني نديرها فوق البوطه، ما ديروهاش فوق البوطه. البنات الا تبعتوا هذه الطريقه غادي يبقى تنجح لكم ديما لاصوص بشاميل، عمرها ما غادي تخسر لكم. غادي تبقاو تستمروا تحركوا فيها حتى تذوب لكم الزبده كلها هي. نقصوا البوطه ما تطيح علينا الغاز. كيف كتشوفوا ها هي الزبده دابت كامله، ما بقاتش فيها حتى شي طريف صاين، كلها هي دابت غير من الحراره ديال الكاسرونه، غير من السخونيه ديال الكاسرونه. من بعد كنضيفوا 2 معالق ديال الدقيق ديال الفورص، 2 معالق يكونوا كبار كيف كتشوفوا. انا غادي نعبر لكم دابا المعلقه راني كنعمرها مزيان. شفتوا البنات، المعلقه الاولى كنعمر، المعلقه الثانيه معلقه عامره. وكنحرك هذاك الدقيق في ديك الزبده حتى هو حتى كينسجم، حتى كينسجم داك الخليط مع بعضياته. داك الدقيق كيدوب في ديك الزبده كيف كتشوفوا، راه كيولي بحال اون كريم. ما كيكونوش فيه نهائيا هاد الطريقه البنات اللي تبعتوها، ما كيكونوش فيه نهائيا في داك البيشاميل، ما كيكونوش فيه دوك التكتلات، ديك العجينه اللي كتكون بعض المرات كتبقى لكم دوك الكويرات ديال العجينه، ما كيبقاوش الا تبعتوا هاد الطريقه. ها نتوما كيف كتشوفوا راه كتولي ديك العجينه مع ديك الزبده متجانسه وكتجي بحال شي كريم كيف كتشوفوا. ها هي ما فيهاش حتى شي تكتلات، دوك الكويرات ديال العجينه ما كاينينش نهائيا.
كنستمروا بحال ما هكا. دابا غادي نضيفوا الحليب شويه بشويه، تنضيفوا الحليب. نسيطروا ديال الحليبه البنات كيف قلت لكم. حنا كنستمروا كنضيفوا الحليب شويه بشويه كيف كتشوفوا حتى كنكملوا. ما كان بصراحه انا ما كملتش داك السيطرو كامل حتى الاخر، عاد ضفت ديك الكميه اللي بقات ملي شفت البيشاميل اللي كتعقد، عاد ضفت ديك الكميه اللي كملت داك السيطرو. ها نتوما كيف كتشوفوا كنبقى نحركوا. انا سرعت لكم هذه العمليه باش ما يطولش عليكم الفيديو. كنبقاو نحركوا البنات، ما تغفلوش عليه، غتغفلوا عليه غيلصق لكم الدقيق في الكاسرونه وغتحرق لكم. ما تغفلوش عليه، تبقاو تستمروا في التحراك، تحركوا تحركوا تحركوا، وتزيدوا الملحه على حسب الذوق، وتحكوا فيها هذيك الكوزه، ماشي كوزه غير شي شويه ديال الكوزه، غير شويه. هانتوما كيف كتشوفوا شويه ديال الكوزه، وتستمروا البنات في التحراك. راه ما تخليوهاش تغفل عليكم، الا ما تخليوهاش تغفل عليكم، الا خليتوها راه غتحرق لكم داك الدقيق، غادي يتحرق لكم، غادي يلصق في الكاسرونه ويتحرق لكم. يعني خاصكم تقابلوها وفي نفس الوقت طلعوا على الكاميله اللي درتو فيها لاصوص، حركوها مره. انا بطبيعه الحال عندي المساعده ديالي اللي هي بنتي، كلفتها بهذه المهمه ديال تحرك ليا البيشاميل ملي انا كانوا نحرك في لاصوص. كيف كتشوفوا البنات كتبقاو تقلبوها، ذوقوها واش حلو واش مالحه ولا خاصها الملحه. انا زدتها الملح حيت جاتني مسوسه. وملي كتعقد ها نتوما شفتوا كتعقد، بانت لي بغات تجي عاقده بزاف، كنكمل فيها ديك الكميه ديال الحليب، كنخوي ديك الكميه ديال الحليب. داكشي باش لكم غتحكموا في السمك ديال البيشاميل. ما ديروش الحليب مره واحده تشوفوا كيفاش عطاتكم النتيجه. ها نتوما كيف كتشوفوا غادي تقلبوها بحال ما هكا بالمعلقه، وديروا صبعكم باش تشوفوا واش بدات كتقال ولا لا. نتوما راه غتبان لكم غير بعينيكم راه بدات كتقال. كنحركوا البنات، حركوا ما تغفلوش عليها. الا بغيتو تنجح لكم الطريقه 100%، ما تغفلوش عليها وتخليوها وتمشيو، تبقى وحدها حتى طيب. ها نتوما شفتوا ملي بدات كدير دوك الفقاعات، يعني راها صافي راها واجده. كيف كتشوفوا دابا غنطلعوا على داك لاصوص، راه هو تشحر مزيان. البنات خاصو يكون مشحر مزيان. من بعد كتضيفوا الكفته. ملي كيتشحر داك لاصوص مزيان كتضيفوا الكفته، تحركوا مزيان حتى كتشحر ديك الكفته. ضروري البنات تخليو الكفته تشحر مزيان، لانه الا ما تشحراتش مزيان كتعطي واحد المذاق ديال الزفوره في لي لازاني. هي ضروري تكون محمره، تكون تحمر مزيان، تشوفوها بحال قربت تحرق، تكون محمره مزيان. ها نتوما غادي تشوفوا معايا دابا اللون اللي غتعطي واحد اللون قهوي. كيف كتشوفوا كنبدا نحركوها ونخليوها تحمر مره اخرى. من بعد عاوتاني كنجيو نطلعوا عليها وكنحركوها مزيان. كيف كتشوفوا البنات دابا اللون ديالها راه بني قهوي اللون ديالها، يعني انها تشحرات. مره نبدا نقلبوها بحال ما هكا، نحركوها مزيان باش تشحر لينا الكفته كامله. كي كتشوفوا البنات راني ما قلت لكم ما درتش قطره ديال الماء، ما درتهاش. انا ما كنديرش الماء في هاد لاصوص نهائيا. كنبقى حداها ما نغفلش عليها باش ما تلصقش ليا، وكنبقى نحركها مره. راك شفتوا البنات دابا ملي تحمرات مزيان كي كتبان. دابا شفتوا البنات راه كاينين شي كويرات بحال اللي بغاو يبداو يتحرقوا، داك الساعه غتعرفوا باللي راها تحمرات الكفته مزيان. دابا يمكن لينا نضيفوا لاصوص ديال المطيشه. كنضيفوا لاصوص ديال المطيشه تقريبا البنات 700 غرام ديال لاصوص، 700 مليلتر. كيف قلت لكم اللي ما عندهاش هاد لاصوص ديال المطيشه ديال القرعه، كتشد مطيشه كتغسلها كتنقيها كتسلقها،
كتسلقيها وكديري فيها شويه الملحه وكتطحنيها وكتحصلي على هاد لاصوص. من بعد ملي طابت لاصوص كنخليو ديك لاطو لانه ديجا طايبه ديك لاصوص، كنخليوها تقريبا شي 4 دقائق حتى ل 5 دقائق باش تخلط لينا مع ديك الكفته، وتدخل فيها كاع ديك تدخل فيها دوك المقادير يدخلوا فيها في الكفته وفي مطيشه، وكنخلطوا وها هي لاصوص ديالنا وجدات. كنديروا نفرشوا الاوراق ديال لازاني. البنات هنا بغيت نقول لكم بلي انا ما كنسلقش الوراق ديال لازاني، كاينين البنات اللي كيسلقوهم، انا ما كنسلقهمش، كنديرهم كيطيبوا نيشان، على حقاش انا كنستعمل واحد النوعيه ديال لازاني لا باس انني نذكر السميه ديال الباريلا، راه ما كيحتاجوش البنات انهم يتسلقوا، انا كنديرهم ديريكت وكيطيبوا عادي جدا. كنديروا الطبقه ديال الاوراق كتشوفوا، كنديروا عليها لاصوص وكنديروا بيشاميل ونديروا الفرماج حتى هو. كنكرروا العمليه 4 ديال المرات لانه كندير 4 ديال الطبقات. هاد الكميه ديال لازاني 250 غرام ديال الكميه ديال العبار ديال لازاني، كيديروا ليا 4 طبقات في القياس ديال هاد الطاوه. المهم كيف قلت لكم راه هاد الكميه كتكفي 4 ديال الاشخاص. نتوما الا كنتو باغيين ديروا كميه كبيره ما عليكم غير ضعفوا المقادير. كيف كتشوفوا كنكرروا العمليه 4 المرات كيف قلت لكم. البنات حاولوا تغطيو كاع دوك الاوراق ديال اللازاني، حاولوا تغطيهم بداك لاصوص باش يطيبوا لكم مزيان بداك الماء اللي كيطلق لاصوص. فرماج الطبقه الاخيره كنديروا عليها كاع داك لاصوص اللي بقى لينا في المقله، وكنضيفوا كاع داك البيشاميل اللي بقى وداك الفرماج اللي بقى، ديك 100 غرام اللي استعملنا ديال الفرماج، داكشي اللي بقى فيها كنديروه الفوق. كيف قلت لكم البنات كتسخنوا الفران على درجه حراره 180 وكتشعلوا ليه الفوق والتحت، وكتحسبوا ليها 15 دقيقه ماكسيموم 20 دقيقه. والبنات نقول لكم واحد الحاجه، انا كنطيبها في الفران ديال الضو، نتوما كل وحده طيب على حسب الفران ديالها، كل وحده كتعرف الطياب ديال الفران ديالها. المهم انكم طيبوها على عافيه مهيله متوسطه 180 درجه. كيف قلنا كي كنكملوا كندخلوها الفران وكنتسناو عليها حتى طيب. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال لي لازاني ملي كنخرجوها من الفران، كتجي محمره بواحد الشكل رائع. داك الفرماج وداك البيشاميل كيذوبوا من الفوق وكيعطيو داك اللون كي كتشوفوا داك اللون زوين بزاف. والاوراق راهم كيكونوا طايبين لانه كاينين كيف قلت لكم كاينين اللي كيسلقوهم، انا ما كنسلقهم شخصيا. النوعيه اللي كنستعمل ديال الاوراق راني ما كنسلقهاش، كتجيب طايبه. انا غنقطعها وغتشوفوها كي كتجي، كيف شفتوا راهم طايبين دوك الاوراق. البنات المده اللي كيف قلت لكم غادي تخليوها في الفران المده ديالها من 15 دقيقه ماكسيموم 20 دقيقه، وكتحيدوها كتبان لكم داك الفرماج تحمر من الفوق، يعني صافي راه طابت. ودائما كيف قلت لكم الفران يكون على درجه حراره متوسطه. البنات بالصحه والراحه، شهيه طيبه. كنتمنى الى عجبكم الفيديو تضغطوا على الزر الاحمر وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالي، وانا هنا دائما راه الاشاره. اي تساؤلات اي استفسارات انا غادي نجاوبكم في التعاليق اسفل الفيديو. كنتمنى لكم شهيه طيبه والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده.